هدي فري كاب يسر هاي. تفتكر بعد ما شفنا الفيديو ده هنحتاج نعمل عمليه ولا ممكن نعديها بالعلاج الطبيعي؟ دي مش اصابه عاديه، دي حاله خلع في الركبه، والحقيقه ان الاصابه هنا عنيفه جدا، وعشان الاصابه دي تحصل لازم يكون حصل قطع في الرباط الصليبي الامامي والخلفي وكمان الاربطه الجانبيه، وفي شك كمان ان يكون في قطع في واحد من الاربطه الاماميه للركبه. اكيد قراري ان احنا نعمل عمليه، بس التشالنج هنا مش فكره ان احنا نعمل عمليه او لا. في الحالات اللي زي دي انت محتاج دكتور شاطر يكون متدرب على حالات زي دي كتير عشان يساعدك تحط خطه علاج مظبوطه تساعدك ترجع لنشاطك تاني وفي اقل فتره ممكن، لان اصابه عنيفه زي دي وارد يبقى التعافي منها طويل جدا وساعات كتير بتسيب اثر. انا لو دي حالتي ههتم ان الخطه تبقى شامله كل تفصيله ممكنه، وده على مدار الفتره الزمنيه اللي هنحتاجها للشفاء التام، بدايه من هنعمل كام عمليه وترتيبهم ايه، وايه نوع رقعه الوتر اللي هنستعملها في العمليه، ومن امتى هتقدر تدوس على رجلك بعد العمليه، ونظام التاهيل اللي هنتبعه وما الى ذلك. تعالى كده اقول لك خطه العلاج ممكن تبقى ازاي. اول حاجه، الاصابات العنيفه اللي زي دي بيبقى فيه احتمال لضرر الشرايين حوالين الركبه، وده ممكن ياثر على الدوره الدمويه للرجل بالكامل، عشان كده التعامل مع الحالات دي بيحتاج سرعه وفي نفس الوقت حذر شديد وتخطيط دقيق. طبعا هنعمل اشعه تطمنا على شرايين الاعصاب. طب وبعدين بنفكر ان احنا لازم نقسم الخطه على مراحل. اول مرحله هي اعاده بناء الاربطه الصليبيه، وبعد كده بنصلح الاربطه الجانبيه، والخطوه دي ساعات بنقدر نعملها مره واحده وساعات بنحتاج نقسمهم على كذا عمليه، لان العمليه دي بتبقى طويله جدا والمريض ممكن ما يستحملش الوقت ده كله في العمليات، وساعتها هبقى مهتم ان احنا نراعي مع المريض توقيت كل عمليه عشان ندي الجسم فرصه يتعافى تدريجيا. تفتكر بس كده نيجي بقى القرار من اصعب القرارات اللي بنحتاج ناخدها كاطباء عظام في النوع ده من الحالات، هو توزيع عدد الرقع الوتريه اللي هنستعملها في العمليه على الاربطه المصابه، لان عددهم محدود وكل واحد ليه قوه معينه يقدر يستحملها تخليه انسب ان احنا نستعوض بيه رباط معين. يعني مثلا كده رقعه اوتار الكاحل مناسبه لاستعواض رباط الصليب، اما واحد من الاوتار الخلفيه للركبه زي الجراسيلس ما يقدرش يستحمل غير ان احنا نستعوض بيه احد الاربطه الجانبيه. الموضوع بالظبط عامل زي ما تكون عايز تحل بازل بس معقده شويتين. في حالات زي دي مش بس بتحتاج دكتور شاطر، دي بتحتاج فريق بيفكر وبيخطط وقادر يمشي مع المريض خطوه بخطوه، لان الهدف مش بس ان احنا نرجع الركبه تتحرك، الهدف ان احنا نرجع حياه كامله كانت واقفه بسبب اصابه. ودمتم دايما في حركه او صحه.